بس على فكره سعد ولد محترم جدا، اتربى في وسط بناتي، عمري ما شفت منه اي حاجه وحشه. وبعدين ده راجل متعلم. فين المشكله بقى؟ مفيش مشكله، بس خال عيال ابني يبقى حد ما نعرفش مين ابوه وامه الحقيقيين، موضوع صعب. يا بابا انا قلت لحضرتك النقطه دي مش فارقه معايا خالص. وبعدين البيت ده بيت طيب، لان اللي يجيب طفل صغير ويربيه ويكبره ويعطف عليه اكيد بني ادم كويس. والله البيت الطيب قدامك، ناس انت براحتك، لكن انا وبكل وضوح ما احبش ادخل في موضوع مصيري زي جواز ابني ويبقى اهل عروسته عندهم حاجه حساسه وغامضه قوي كده. انا اتشرفت بحضرتك يا استاذ نصار، واسمح لي استاذن. يا بابا الكلام لسه ما خلصش. بالنسبه لي انا خلص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. القصه مش قصه ان ابوك يمشي وانت تقعد، القصه انك تحصل ابوك. ما تصدقش يا سعد. سعد انت اخويا يا سعد. في ايه؟ في ايه؟ ماما. في ايه؟ في ايه يا سعد؟ في ايه؟